النهارده ان شاء الله باذن الله المحاضره هتمشي الاول هنعرف اذا كان الشخص اللي معانا ده نرجسي ولا لا، نعرف ازاي بيتعامل معانا، ازاي اللي هو بيعمله عشان نعرف ان هو ده شخص نرجسي او شخص مؤذي. وبعد كده هنعرف هو ليه بيتعامل معانا كده، وبعد كده هنعرف احنا ازاي بقى نتعامل معاه. وفي الاخر خالص في كذا سؤال انا كاتباه لكل اللي هيحس ان الكلام ده مطابق عليه، او ان الكلام اللي انا قلته لمسه، وهل هو فعلا محتاج ان هو حد يساعده يروح لمختص، او ان هو يشتغل على نفسه اكتر. يعني في الاخر في تمرين كده هيعرفك انت واقفه في انهي منطقه بالظبط، ده في اخر البث خالص. تمام. اول حاجه انا هتكلم فيها، او اول صفه عشان نعرف ان الشخص تمام الصوت واضح الحمد لله. اول حاجه اعرف ان الشخص المؤذي ده مؤذي ولا لا، ايه اللي بيعمله. اول حاجه كنت انا كاتبه كذا، هو طبعا النقاط كتير والكلام كتير في الشخصيه النرجسيه، بس انا على الاقل هتكلم في 3-4 حاجات كده هو بيعملهم معاكي تعرفي اذا كان ده شخص مؤذي ليكي ولا لا. اول حاجه هو بيعملها معاكي ان هو بيقلل ثقتك بنفسك، بيشتغل على انه يقلل ثقتك بنفسك. بيعمل كده ليه؟ علشان هو بيحب السيطرة، علشان هو بيستمد قوته من ان هو يتلاعب بالاشخاص اللي حواليه، او بيستمد منهم القوة بتاعته على سبيل ان هم لازم يكونوا اشخاص ضعفاء. تمام. عندنا اول حاجة بيمتص طاقتك، بتحسي طول الوقت ان انت محتاجة طاقة عشان تعرفي تتعاملي مع الشخص ده، محتاجة ان انت يعني تعملي اقصى ما في وسعك عشان تعرفي حتى بالبلد كده تتنفسي وانت معاه. فهو بيشتغل جدا على ان تبقى طاقتك زيرو، لانه بيستمدها منك. كتير وانت معاه بتحسي ان انت منهكه نفسيا جسديا، تحسي ان انت تعبانه، تحسي ان انت مش قادره تعملي اي حاجه في الحياه، طول الوقت حاسه ان انت منهكه. وعندي النقطه الثانيه اللي انا كاتباها، اللي هي بيحب قوي يعيش دور الضحيه. خلينا نقول ان النرجسي ليه نرجسي خفي وفي نرجسي ظاهر. النرجسي الظاهر اللي بيتكلم معاكي دايركت، اللي هو بيوجعك وبيكسرك، يعني مثلا يقلل من شأنك، يتريق على طريقه تفكيرك، دايما بينتقدك، دايما اي حاجه انت بتقوليها انت ما بتفهميش، انت ما بتفكريش، انت تسكتي احسن. انما الشخص النرجسي الخفي بيقولك هو نفس اللي بيعمله، بس عن طريق ان هو بينصحك او ان هو خايف على مصلحتك. وطبعا الشخصيه النرجسي الخفي بيبقى عشان مش ظاهر، فبيبقى عشان توصلي ليه ممكن تقعدي معاه بسنين. يعني انا اعرف ناس قعدوا بال20 سنه مع الشخصيه دي عبال ما عرفوا ان هو اصلا شخصيه نرجسيه، لانه كان دايما عايش دور الضحيه. ودي من النقطه الثالثه اللي انا كنت كاتباها، ان بيعيش دور الضحيه. الشخص النرجسي بيعيش دور الضحيه، اللي هو الناس كلها ظالمينه، الناس كلها بتربي له مكايد، الناس كلها بتعمل على انها تضايقه خلاص. الشخص النرجسي مش بيحب ابدا حد ينقده، وهو اصلا دايما حاطط في اعتقاده ان هو مش بيغلط خالص. ومعنى ان انت تشككيه في قدرته، او تحسي ان انت تشككيه في اللي هو بيقوله ان هو بيغلط، حرفيا او على طول هيقلب الترابيزه عليكي. يبقى من الصفات اللي تعرفي اذا كان الشخصيه النرجسيه دي موجوده في حياتك ولا لا، اول حاجه هيقلل من قدرك، اول حاجه هيتلاعب بيكي، هيعيش عليكي دور الضحيه. في ناس كمان من الاشخاص دي، في منهم بيبقوا ناس بخلة، وفي ناس سخيه جدا
بس اللي هو بيصرفوا عليكي بيعايرك بيه بعد كده. يعني احنا عايزين نقول ان الشخصيه النرجسيه بتتقسم لنوعين، ظاهر وخفي، وكل واحد بيبقى فيه صفات معينه. يعني مش شرط كل الصفات تبقى موحده من ده لده لده، لا، في حاجات هتلاقيها هنا مش هتلاقيها هنا، بس في الاخر المجمل ان ده شخص مؤذي بيأذيكي. عندي برضو النقطه اللي انا كاتباها التانيه، التلاعب العاطفي والابتزاز. بيعمل ايه؟ في منهم بالذات الاشخاص اللي بيبقى نرجسي بخيل، لو انت عايزه تعملي حاجه هو مش راضي عنها يبتزك ان انت مثلا ممكن تدفعي له حاجه او ممكن تجيبي له اكله معينه. كان في معايا عميله كان زوجها نرجسي ونرجسي بخيل. كان بيعمل ايه؟ كان مثلا لو هي خارجه رايحه تكمل دراستها مثلا، او رايحه تعمل اي حاجه ليها، يعني رايحه فرح عند اهلها، يدفعها بطريقه غير مباشره، مثلا اعزميني على اكله معينه، ولو ما جابتش الاكل معينه هي مش هتروح في حته. يعني دايما الشخص النرجسي بيستفز الشخصيه اللي قدامه، بيستفزها. ففي كتير من الاشخاص النرجسيين بيشتغلوا على الحته دي. بلس بقى ان كل شخصيه من دي بتبقى عارفه هي بتعمل ايه. والفكره ان الضحايا الازواج بتاعتهم، وخليني بس اقول اتبع عن حاجه، ان وارد الشخصيه تبقى راجل او ست. علشان انا ناس كتير بيكلموني بيقولوا لي انت خدي بالك من، يعني زي ما بتعملي فيديوهات للستات اعملي للرجاله. النرجسي راجل وست، بس انا عشان بتكلم بصيغه الست لان اكتريه المتابعين عندي ستات، ف حبيت اوضح النقطه دي. فانا لو حتى بتكلم بالميل للست، انت خد الكلام واعكسه على الراجل، لان فعلا بيبقى فيه ستات نرجسيين، ونفس الحاجات اللي انا بقولها دي بتبقى موجوده فيهم. يعني النرجسيه مش ست بس يا جماعه، النرجسيه ست او راجل. الهدف اللي بيعمله من كل الحاجات اللي انا ذكرتها دي ان هو بيحب السيطره. زي ما انا قلت في البدايه، هو بيحب يعيش على السيطره، هو بيحب يبقى هو المسيطر. بيتغذى على الاحساس والشعور بتاعك. اي ردة فعل، حتى لو انت بتتكلم، حتى لو انت مثلا في مشكله بينك وبينه وبتبكي، بيتبسط جدا. طب مش بتبكي وعامله فيها جامده، بتتخانقي وتزعقي، برضو انت بتغذي الجانب ده. اي رد فعل منك ليه انت بتغذيه. كنت حابه ان انا برضو اتكلم عن في بعض الشخصيات النرجسيه لو انت شخصيه ناجحه معاه بيعمل ما في وسعه انه يقلل من قدرك. لو انت في مجال شغاله مثلا، لو هو سامح لك بده، لان اغلبيه النرجسيين مش كلهم بيحبوا الست يقفلوا عليها، ولا تعرف اي حد ولا اصدقاء ولا اهل، بيبعدها كل البعد عشان يعرف يتحكم فيها براحته. بس لو احنا قلنا ان انت شخصيه بتشتغلي وناجحه، دايما يقلل من قدر نجاحك. انا عايزه اقول لكم ان كان في دكتوره كانت بتتكلم معايا ان هو قد ايه مقلل من نفسيتها، والمشكله هنا ان هي مصدقه للاسف ان هي سبب مشاكل العالم كله. يعني قدر يأثر فيها لدرجة ان هي صدقت ده. الشخص النرجسي عنده طريقة تلاعب فظيعة، انه يقدر يخليكي تصدقي اللي هو بيقوله لك، وكمان لو في مشكلة انت تروحي تعتذري له للأسف. يعني يفضل يضغط عليكي. يعني مثلا لو هو في مشكلة ما بينكم انتوا الاتنين،
هو مش بيجي زي البني ادمين الطبيعيين وياخد ويدي معاكي في الكلام ابدا. يتجاهلك لو انت بتكلميه ما يردش عليكي، لو انتوا ازواج يعني. ممكن يقعد مثلا بالايام والشهور كمان عينه دي ما تجيش عليكي، كانك مش موجوده. وده مش بيعمله علشان هو زعلان، هو بيعمله علشان يكسرك، علشان انت اللي تروحي تعتذري له على حاجه انت ما عملتهاش. بيوصلك ان انت تعتذري له على حاجه انت ما عملتهاش. الشخص النرجسي قد ايه شخص الحياه معاه يعني شبيهه بالموت، بالذات لما تكوني انت ضحيه وما عندكيش الوعي الكافي ومصدقه الشخص ده. طب هو ليه بيعمل كده؟ ليه الشخص النرجسي بيعمل كده؟ عشان الشخص النرجسي بيتغذى على الايجو وعلى الانا، والانا دي بيتغذى عليها لما يسيطر على الشخص الضعيف. يعني انت لو شخص ضعيف هو بيتغذى على ده، وهو دوت الحياه، يعني الغذاء بتاعه عشان يبقى يفضل عايش طبيعي كده في وسطنا. وما بيختارش غير الاشخاص اللي فعلا الشخصيه تكون فعلا طيبه، تكون قدوه، تكون شاطره. وكل ما يكسر فيكي كل ما انت خلاص بقى انت كده ظابطه له الدنيا، ظابطه له الاداء. الصوت واضح طيب، عشان بيجي لي اشاره ان الصوت ضعيف. يعني انا عايزه حد كده يكتب لي ان الامور تمام، زي ما انت فعلا بتقولي يا دكتور زينب انه فعلا بيعمل كده للاسف عشان يستحوذ عليها، عشان يسيطر عليها. عندك حق. في ناس بيضحكوا، وارد قوي ان، وممكن يكون رجاله، وارد قوي اللي بيضحكوا دول علشان انا قلت حاجه هم بيعملوها. ولو ان من اسم العنوان كده مش هيتشد قوي الشخص النرجسي، لان الاشخاص النرجسيين اصلا مش بيهتموا باللي احنا بنقوله، واللي احنا بنقوله ده بالنسبه لهم اي كلام، علشان بنضغط عليهم او بنوصل لحته عندهم كده. ده لو في منهم في جزء في احساس بسيط، بس عايزه اطمنكم ان الشخص النرجسي ما عندوش احساس. في حاجه بيعملها النرجسي، بيسقط كل، يعني اي حاجه شر جواه بيسقطها عليكي. احيانا تلاقي الشخص النرجسي لو مثلا مع زوجته يقول لها انت عملتي كذا كذا كذا، انت فيكي كذا كذا كذا. وطبعا الضحيه هنا ساعات بيجي لها ايه ده هيجنني، لانه بيوصفني بنفسه. الشخص النرجسي بيسقط كل صفه، عايزه اقول بشعه عنده، بيسقطها فيكي عليكي. وانت ساعات بيجيلك احساس انا هتجنن، ده بيقول لي اللي هو بيعمله وبيسكتوا عليا انا. فالشخص النرجسي قادر ان هو اي حاجه هو صفاته البشعه دي ان هو يسقطها عليكي، ويسقطها عليكي ويصدق نفسه. يعني مثلا لو هو شخص بخيل يقول عليكي، يتهمك انت ان انت شخصيه بخيله. هو اوريدي شخص مش بيفهم، يطلعك انت اللي ما بتفهميش. فاي شعور انت بتحسي بيه وممكن تصدقيه، اقفي عنده، لان الصفه دي مش فيكي انت، فيه هو. طيب خلينا بقى يعني نتكلم بشكل اعمق عشان ما ناخدش من وقت البث كتير، ان احنا نتعامل ازاي مع الشخص النرجسي. اللي فات ده كنت بوصف ايه الحاجات اللي هو بيعملها معاكي عشان تعرفي اذا كان ده شخص نرجسي ولا لا. ايه الحاجات اللي المفروض احنا بقى ايه نعملها؟ نعمل ايه؟ خلينا نقول ان انواع الشخصيات في حياتنا، انا مش محدده النهارده انا مثلا هتكلم على الزوج او كده، لكن انا بتكلم بشكل عام خالص عن الموضوع. انا دلوقتي وارد يبقى الشخص النرجسي اب، وارد انه يكون ام، وارد انه يكون زوج، وارد انه يكون ابن، اخت، اخ، وارد انه يكون مدير، وارد انه يكون صديق، معارف. فاحنا هنقسم التعامل، طريقه التعامل مع الشخصيه النرجسيه على جزئين. تمام؟ الجزء الاول احنا نقدر نستغنى عنهم ونخرجهم من حياتنا تماما. زي ايه؟
زي مين؟ الاصدقاء. لو عندي صديق بيحسسني طول الوقت ان انا قليل، بيهمش رايي، دايما بيحسسني ان انا بفهمش، دايما هو اللي مش عارفه اللي بيفهم وانا اللي بسكت كل حاجته عليا، طب هو يبقى في حياتي ليه؟ وارد قوي ان انا استغنى عنه، ابعد عنه على طول. طيب معارف، ابن خالتي، ابن عمتي، معلش حتى لو صله الرحم، هي دي صله الرحم من بعيد شويه، ممكن من بعيد ازيك الله يسلمك، لكن اخرجه من حياتي. يا رب بس يكون الصوت واضح، عشان كل شويه يجيلي اشاره ان هو بطيء. تمام. طيب انا دلوقتي برضو لو انا مخطوبه وشفت الصفات النرجسيه دي في خطيبي، لا بالسلامه من اولها، بالسلامه. الشخص النرجسي اللي بيأذيني نفسيا وجسديا يتكل على الله. لما يكون انا بتعامل معاه واحس ان طول الوقت انا محتاجه اتنفس، يمشي خلاص، اقطع التواصل. البلوك في الحاجات دي افضل حاجه في الدنيا، لان الناس يقولك المفروض الشخص الضعيف بيعملش بلوك. لا، اعمل بلوك، اعملي بلوك للشخص اللي تعرفي تخرجي منه، علشان انت مع الوقت هتخلصي، هتموتي. لو مش هتموتي للاسف، لو مش هتموتي روحيا هتموتي جسديا، هتحسي انت مش قادره، وروحك هتبقى حتى رايحه منك، هتبقى عايشه كانك ميته. الشخص النرجسي مش محتاج ابدا ان انت تستحمليه. الشخص النرجسي مش محتاج ان انت تكملي معاه. لو هو على البر يتكل على الله، لو هو صديق يتكل على الله، لو انت مخطوبه لشخص نرجسي يتكل على الله من دلوقتي. طيب دلوقتي عايزين نعرف، في ناس في حياتنا ما ينفعش يتكلوا على الله، زي الاقارب، اللي هي اقارب من الدرجه الاولى، اللي هو ابويا وامي واخويا واختي والجماعه دول. لو موجود في حياتي شخصيه نرجسيه وقريبه مني، مش هنقول طبعا ان احنا هنسيبهم وان هم في حالهم واحنا في حالنا والكلام ده، او يخرج بره دايرتي، بس على الاقل هتعلم ازاي اعمل حدود صحيحه تخليني اعرف اتعايش مع الشخص النرجسي اللي هو قريب مني، اللي هو لو انا بنت وامي وابويا او اخواتي او كده. وقلنا لو انا مخطوبه بالسلامه. طب لو انا متجوزه وعندي اولاد، انا لو انا هنصحك نصيحه ربنا هيحاسبني عليها، هقول لك خدي ولادك وانفدي بجلدك. طيب مش هينفع، او مش هعرف، ما عنديش مكان، او انا خرجت من بيت اصلا كان ابويا نرجسي وكان او امي نرجسيه، او انا اصلا ما عنديش مكان، هعمل ايه؟ هعرف ازاي اتعامل مع الشخصيه النرجسيه اللي هو زوجي، ازاي اعرف اتعامل معاه، ازاي يكون ليا رد فعل معاه، ازاي اتجاهله. هتعلم حاجات كتير جدا في التعامل معاه، واهمها قلتها قبل كده، اسلوب الصخره الرماديه، اللي هو تحسسيه ان انت شخصيه ممله، يعني ما يعرفش ياخد منك اي رد فعل، ما يتغذاش على طاقتك، تعرفي تحمي نفسك منه. ودي انا عامله سلسله فيديوهات كلها ريلزات صغيره ورا بعضها، والله مفيده جدا جدا جدا، يعني لو انتوا تتابعوها بجد هتفرق معاكم. تمام. طيب ايه تاني اعرف اتعامل مع زوجي؟ انا قلت الحاجه الاولانيه ان في اشخاص ما ينفعش تتعامل معاهم، وافضل شيء ان انت تاخدي بعضك وتمشي. لو تقدري تعملي ده اعمليه، لان الحياه مع الشخص النرجسي، حتى لو انت او سام، حتى لو انت بتعرفي تحمي نفسك، برضو غصب عنك في حاجات هتضغطك، الا اذا انت تبقي عارفه انا لو خرجت من البيت ده انا مش لاقيه مكان. ودايما بنصح اي ام، بالذات لو هي خدت قرار الطلاق،
انا عارفه ان احيانا بتبقى غصب عنك لو انت سبتي اولادك ليه. انا عارفه ان ده احيانا بيبقى غصب عنك، وهتكلم في الموضوع دوت في بث تاني او في فيديو تاني. بس صدقيني ولادك ملهمش اي ذنب ان انت تسيبيهم مع شخص انت عارفه ان هو هيضرهم، وعارفه ان هو هيدمرهم، وعارفه ان احيانا في منكم بيبقى غصب عنهم، بيبقى شرط عشان انت تروحي بيت اهلك شرط تسيبي له العيال. انا عارفه ان الموضوع بيبقى لود عليك وصعب عليكي، انا فاهمه، بس لو امكانياتك تسمح انك تاخدي ولادك خديهم، لان هم مش ذنبهم ابدا ان انت اخترتي اب كده. والكلام برضو للزوج، لو انت زوجتك شخصيه نرجسيه بتنكد عليك وبتنكد على اولادك، حرام حرام. انت حتى عندك القدره ان انت تفتح بيت، لان انت اصلا اللي بتصرف على البيت، فانت عندك قدره ان انت تسحب نفسك منها وخد ولادك، ما تسيبهمش الشخصيه تدمرهم. احنا بنجيب الاطفال مش علشان نأذيهم او علشان نرميهم في التهلكه. احنا المفروض لو احنا غلطنا واتجوزنا شخص نرجسي او شخصيه نرجسيه، مش هقول الذنب نشيله كله، بس على الاقل نرحم اطفالنا. طيب لو انا امي شخصيه نرجسيه، نفس الفكره، ونفس الفكره مع زوجي، ونفس الفكره مع ابويا، هعمل ايه؟ هبني حدود شخصيه. يعني ايه هبني حدود شخصيه؟ يعني انا هحاول على قد ما اقدر ان انا اتعامل في نطاق ان هم اهلي، مش هينفع ان انا اقاطعهم او ينفع ان انا اعمل مشكله معاهم او انا احط نفسي تحت ضغط او تحت اذى. لا، انا مش هعمل كده، بس هحمي نفسي ان يكون في حدود واضحه بيني وبينهم، ان اعرف اقول لا، ان لما حد يقول لي حاجه توجعني ما اخدهاش على قلبي قوي كده، لان هو بيسقط شعوره واللي هو فيه عليا، فبكون واعيه ان ده مجرد اسقاط. عارفه ان موضوع ان يكون امي او ابويا اللي المفروض الملجأ الوحيد ليا وحاجه تطمني في الايام الجايه، ان دول اللي يكون ستر وغطا وحنان ودفى ليا. انا عارفه ان شعور صعب قوي بتمر بيه، بس تعرفي يا حبيبتي ان الشعور ده انت مالكيش ذنب فيه. وليه هم بيعملوا كده؟ نتيجه بقى تربيه في الصغر، مجتمع ظلم، مجتمع. ومش بقول الكلام ده عشان يصعبوا عليكي، الشخص النرجسي ما يصعبش عليك، لان الشخص النرجسي قرر انه يبقى كده. في منا كتير قوي ضحايا بنبقى مع الشخص النرجسي للاسف، بنستمد منه القسوه، واللي هو بيعمله فينا احنا بنعمله في غيرنا. تلاقي مثلا انا دلوقتي عايشه دور ضحيه مع شخص نرجسي مطلع عيني، انا ممكن غصب عني اللي بيعملوا فيا بعمله مع اولادي، اللي بيعملوا فيا بعمله مع اخواتي، طريقه كلامي مع الناس بقت فيها عنف. احيانا كتير اللي انت مش عارفه تعمليه مع الشخص النرجسي غصب عنك بيبقى ليكي رد غير طبيعي مع الاشخاص التانيه للاسف. يعني ممكن تعملي رد فعل مع الشخص النرجسي مع شخص عادي نفس اللي بيتعمل معاكي، بتدافع من ناحيه تانيه، بتدافع عن نفسك من ناحيه تانيه. احيانا بتبقي هجوميه جدا مع الاشخاص العاديين، عشان انت مش عارفه تظبطي حالك مع الشخص النرجسي ده. الشخص النرجسي لو تقدري تبعدي عنه وهو بعيد ابعدي. الشخص النرجسي اللي من القرابه او مش عارفه تبعدي عنه، خدوا بالكم، عايزه اقول لكم على حاجه، ام اب اخوات ابن ابناء مش هعرف خالص، لكن الزوج انت وظروفك او انت وامكانياتك، ولو انت هتشغلي الوعي عندك اكتر واكتر هتتنازلي عن الشخصيه دي وهتبعدي عنها وتنفدي بجلدك انت واولادك. فهو القرار الاول والاخر نابع من ايه؟ ان انا افهم الشخصيه النرجسيه بتعمل كده ليه، بتسقط عليا ليه. ده كله مش انا السبب فيه، او ده كله مش انا اللي استاهل كده، انا مستاهلش المعامله دي. انما استمراري مع الشخص النرجسي انا اللي حددته، انا اللي استسلمت، انا اللي عايزه ادي بقيه حياتي، انا اللي غبيه فاكره ان انا هغيره. ده من الغباء ان انت تعيشي مع شخص نرجسي وتفتكري ان انت ممكن تغيريه.
عمرك كله هيضيع وهو مش هيتغير. فانت بتضيعي في حته مش بتاعتك. معايا موجودين ولا مش موجودين؟ اي تعليق، اي لفظ، اي حاجه احس ان في حد معايا. تمام. ناخد بقى قهوه طيب. نكمل الشخصيه النرجسيه. بنضيع وقتنا زي ما انا قلت في ان انا الشخص النرجسي ده انا هعرف اغيره، او ان الشخص النرجسي اللي هو بيلعب دور الضحيه اللي هو الشخص الخفي، ان انت بيصعب عليكي وان نتيجه الظروف، لان هو مفهمك ده نتيجه الظروف اللي هو بيمر بيها، وانك تصبري عليه، وان لو ما كانش حصل كذا كان زماننا دلوقتي كذا. في شخص كان شخص نرجسي خفي، كان دايما معايش زوجته في الاحلام. يعني ايه في الاحلام؟ يعني مثلا كل كام يوم او لو مثلا بتحصل مشكله كبيره منهم يفضل يقول لها انا لو كذا كذا، لو عملت كذا، لو كان معايا فلوس مش عارفه ايه، ممكن هي تطلع تتصرف له وتستلف عشان خاطر الاحلام اللي هو بيبنيها لها، مثلا ان هو يجيب لها شقه في مكان مش عارفه ايه، او هيخرجوا خروجه كده في مكان حلو، او هيقضوا وقت حلو. لولا الظروف ممكن كده ياخد منها الفلوس وتضيع على اي حاجه لهواه، وبعد كده يقول لها الظروف مش ظروف عارفه لو، ويفضل معيشها طول عمرها ان في وقت هو هيتغير فيه وهي عايشه على انه هيتغير. وده اسوأ عقاب ممكن تعاقبي بيه عمرك. للاسف مش هقول نفسك، هتضيعي عمرك مع الشخص ده في ان في حاجه هتتغير ومفيش حاجه هتتغير. عامله زي الشخص اللي كنتوا انتوا شايفين التجربه اللي هي حد لابس العصايه دي وحاطط جزرايه، ده كان عاملينها في ارنب تقريبا، وهو بيجري والجزرايه قدامه. هو نفس الفكره. انت عايشه مع شخص انت فاكره ان هيجي يوم يتغير، او ان انت المفروض تساعديه، او انت المفروض تستحمليه شويه، او لو انت بيصعب عليا. بسمعها كتير جدا في الحالات معايا، انه بيصعب عليا. لا، اللي يصعب عليكي نفسك، اللي يصعب عليكي نفسك، اللي تشتغلي عليه نفسك. في من دور الضحيه بتبقى عايزه تعيش دور المنقذ اللي هو اللي انا حكيته من شويه. لا، انت مش دور منقذ، انت واحده بتهربي من مشاكل نفسيه عندك، وبتعملي لنفسك اهتمام اجتماعي ان انت تقدري تغيري، بس في الاصل بتفضلي طول عمرك هربانه من الوجع اللي جواكي، وعمرك ما هتغيري الشخص النرجسي. خليكي فاكره ده وخليكي فاهمه ده. واضحه النقطه دي؟ واضحه؟ اهم نقطه، علشان انت قررتي خلاص ان انت تعيشي مع شخص نرجسي، اهم نقطه في الموضوع ان انت تبني حدود شخصيه. الحدود الشخصيه قلت ان انا اعرف اقول لا، ان انا كلامه اهم حاجه كلامه واسقاطه انا متاثرش فيه، زيرو ردة فعل. انا لما يعمل حاجه توجعني او حاجه تضايقني، زيرو ردة فعل. مرة على مرة على مرة هتتعودي على ده. انت بتشتغلي على نفسك، او انت بتشتغل على نفسك مع الشخصية دي، الشخصية اللي بتتعبك نفسيا، اللي بتدمرك نفسيا. اعرف ان الشخصية دي مهما تعمل لها هي مش هتتغير. اللي المفروض يتغير حضرتك او حضرتك فقط لا غير. ونبطل نعيش دور المنقذ، لان المنقذ ده بيسرق من عمرك في شخص عمره ما هيتغير. في نفس الوقت بتهرب من احساس جواك انت مفتقده، او احساس جواك انت بتهرب منه. فحاول على قد ما تقدر، او حاولي على قد ما تقدري ان لما اجي ابني حدود ابنيها صح. قررت ان اعيش مع الشخصيه المؤذيه، عايزه اقول خليها لفتره معينه، لان لو انت بالتفكير اللي انا بقوله ورد الفعل اللي انا بقوله تعملوه،
مع الوقت انتوا هتتغيروا وهتبقوا عايزين، هتوصلوا لمرحله حرفيا انتوا عايزين تبعدوا عن الشخصيه دي، لانها فعلا شخصيه مدمره للي عايشين معاها. تاخد بالك وتاخدي بالك من ولادك، اولادكم مش ذنبهم ابدا اختياراتكم. فاللي بيحصل فيا احاول ان انا اشتغل على وعي، اشتغل على نفسي، اركز في حالي، واحاول طول الوقت ايه الجديد ان انا اعمله، ان الكلام ده ما ياثرش فيا. اشوف اي هوايه اعملها، اشتغل اي حاجه. ما عرفتش اشتغل احاول اعمل اي هوايه، اخيط، اطرز، ارسم، اي حاجه اشغلي نفسك بيها. لكن ما تقوليش انا هفضل كده لحد امتى. انت اللي مقرره انا هساعده، او انا ده حرام، ده مش عارفه ايه. انت اللي مقرره، انت كده بتاذي نفسك. لو حد عايز يسال اي اسئله يكتبها، علشان بعديها هعمل لكم او هسالكم 4 اسئله. انا مش عايزه حد فيكم يرد عليا، بس رد بينك وبين نفسك، وشوفوا هل انتوا محتاجين ان انتوا فعلا تروحوا لاشخاص يساعدوكم. الرد على الاسئله دي بحقيقتك من جواك، ما تضحكش على نفسك او ما تضحكيش على نفسك. اعرف ان انت محتاجه جدا حد يساعدك. هشوف لو اي حد عايز يكتب اي سؤال ارد عليه، وبعد كده انا مجهزه لكم هم 4 اسئله هقولها لكم في الاخر. اللي بيقول لي والرجاله يا دكتوره، انا اصلا متكلمه في البث، لو حضرتك كنت موجود معايا من الاول انا قايله ان الشخص النرجسي وارد يكون ست ووارد يكون راجل. انا بس بتكلم بعاميه الست عشان خاطر اكتر المتابعين عندي واكتر الحالات عندي ستات. انما نفس الكلام الشخصيه النرجسيه راجل، الشخصيه النرجسيه ست. حضرتك قلت اقسم بالله صح، مش عارفه على انهي جزئيه، بس ما علينا. لو حد عايز يسال اي سؤال يا جماعه بخصوص موضوعنا، يعني اللي عايز يسال اي سؤال يساله بخصوص موضوعنا. على ما اعتقد ان انا يعتبر انا ان شاء الله هنزل لكم البث ده، و هو هيتحبس تقريبا لمده شهر يعني، تمام. وبعد كده هعمل لكم ريليزات منه، اقطع لكم الاجزاء المهمه يعني وانزلها. طيب تمام، هسال الاسئله اوكي. ولو انت الاسئله اللي انا سالتها متوقفه على ردك او ردك، تمام، متوقفه عليه ان فعلا انت محتاج ان حد يساعدك، او انت محتاجه ان حد يساعدك ويقف جنبك، ما تقبلوش على نفسكم ان انتوا تشتغلوا على انكم تساعدوا نفسكم. حد يساعدكم انكم تخرجوا من اللي انتوا فيه، حد يبقى فاهم ابعاد الموضوع، حد يعرف يحطك او يحطك على الطريق الصحيح عشان تعرف تكمل صح، تمام. اول سؤال، هل تشعر بالخوف او التردد قبل اخباره برأيك الحقيقي خوفا من رد فعله او غضبه؟ هل لما انت بتتكلم او بتتكلمي مع الشخص النرجسي ايا كان النوع، حتى لو كان مديرك في الشغل، زوج، زوجة، اب، هل بتشعر بالخوف والتردد وقبل ما تكلمه علشان خايف من ردة فعلك؟ ده سؤال. السؤال التاني، بعد الجلوس مع الشخص النرجسي او الشخص المؤذي بتشعر غالبا بتقل كده، بتحس بصداع، بتحس بارهاق جسدي؟ طيب حاجة تانية، لما بيقوم ويمشي بتحس ان انت او بتحس ان انت عارفة تتنفسي؟ شعور ان انت تنفس انه مشي من جنبك او مشيت من جنبك؟ لو انت حسيت او حسيتي بالشعور ده، انت محتاج حد يساعدك، او محتاج تشتغل على نفسك اكتر، او محتاج تشوف فين الحتة اللي واقعة عشان نعرف نعالجها. تالت سؤال، هل بتجدي نفسك في موقف الدفاع دايما وبتحاولي اثبات براءتك قدام الشخص ده؟ وقد ايه انت حسنة النية في الموضوع؟ تتكلمي مع شخص عادي اللي هو الشخص النرجسي او السام،
ويحسسك ان هو لا انت ما تقصديش كذا، وتفضلي تبرري وتشرحي والله ما قصدي، والله ما كنتش مش عارفه ايه، والله ايه والله ايه. لو بيحصل لك ده، طيب رابع سؤال. في اسئله بتبقى كتير بس انا عشان بس ايه يعني محجمه لكم حاجات بسيطه كده تفهموا منها ايه الدنيا معاكم، ايه الموضوع عندكم. هل بتخبي عنه او بتخبي عنه نجاحك او خبر يسعدك او يفرحك خوفا من انه يقلل منه او يقلل منك، او بيحسدك؟ لان احيانا الاشخاص، مش احيانا، 3/4 الاشخاص النرجسيه بيحسدوا او بيقللوا. كلام في الشخصيه النرجسيه كتير جدا، بالذات لما تبقى داخل علاقات. حاولت على قد ما اقدر في البث ده ان انا الم يعني اهم المواضيع، لان في مواضيع كتير ولينا للحديث بقيه. حبيت ان انا الم على قد ما اقدر كده بعض نقاط. صدقوني لو مشيتوا على الخطوات اللي احنا قلناها مع بعض هتفرق معاكم. الرد على الاسئله، الاربع اسئله دول، ده بيحدد انت فين او انت فين، محتاجه ايه تساعدك ولا لا. بتمنى من قلبي ان اكون قدرت على قد ما اقدر ان اساعد ولو شخص حتى واحد موجود، او اني على الاقل بينت له الرؤيه ايه، او على الاقل حسسته ان هو ملوش ذنب في اللي بيحصل ده، بس هو ليه ذنب واحد في انه يفضل او انه يخرج. تحياتي ليكم جميعا، باي باي.